ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكبر وجع ممكن تحس بيه اي ست مش انها تتساب، الوجع الحقيقي هو انها تضطر تمشي وهي لسه بتحب بس كرامتها متهانة. فالنهاردة هقولك ازاي تنسحبي بذكاء، مش بس علشان تحمي نفسك لكن عشان تسيبي علامة في قلبه وعقله وتخليه يندم على خسارتك كل يوم. والسر كله هنا في كلمة واحدة، هي الهدوء. فلو كنتي جربتي تعاتبي ومفيش فايدة، او كنتي بتهددي بانك هتمشي علشان يحس بيكي وبرضه مفيش تغيير، يبقى الفيديو ده ليكي انتي بالظبط. المواجهة والعياط والصريخ هما اكبر هدية بتقدميها للشخص السام علشان يحسوا انه لسه مسيطر عليكي. لكن الست القوية عندها استراتيجية تانية خالص، استراتيجية بتخليه هو اللي يسأل نفسه ازاي انا ضيعتها من ايدي. في الفيديو ده هنتعلم فن الانسحاب الهادي، وهقولك على خطوات عملية ازاي تقرري ان دي النهاية، ازاي تنفذي الانسحاب ده من غير دراما ومن غير ما تضعفي وترجعي تاني. وجهزي طاقتك ويلا نبدأ رحلة استرداد كرامتك. اول حاجة محتاجين نفهمها هي ايه اصلا العلاقة السامة. بصي، العلاقة السامة مش دايما بيكون فيها عنف صريح، ممكن تكون بالكلام أو تجاهل المشاعر أو استنزاف للطاقة، ممكن تكون مجرد شعور مستمر بالضغط أو بالخوف من ردة فعل الشخص التاني، أو إنك دايما حاسة إنك غلطانة مهما عملتي ايه. يعني مثلا في علامات، هتلاقي دايما إنك حاسة بالتعب النفسي بعد أي مقابلة أو قعدة حتى لو كانت لحظة قصيرة. هتلاقي في لوم مستمر منك أو من الشخص التاني مهما حاولتي توضحي، ودايما بيكون رده انه يقلل منك، وشعور انك مش مسموح لك تكوني نفسك، دايما لازم تتأقلمي مع توقعاته هو، بانه بيستغل مشاعرك ووقتك، يمكن يحطلك طلبات ملهاش نهاية. بتبقى صعب عليك تحددي الحدود من غير ما تعملي مشاكل او كل يوم خناقة. مشاعر من النوع اللي بعد اي مقابلة او اي حاجة بتحسي ان في استنزاف لطاقتك وكأن قلبك اتفرغ. لو لاحظتي اي حاجة من العلامات دي فخدي بالك العلاقة دي مش صحية ومحتاجة تقييم حقيقي. ممكن تحسي بالصداع النصفي او قلق مستمر او نوم مضطرب، كل دي اشارات ان العلاقة اللي انت فيها دي علاقة سامة. طيب احنا ليه بيبقى صعب علينا ان احنا ننسحب؟ الحقيقة ان كتير مننا بيخاف يمشي لاسباب مختلفة جدا. ممكن مثلا انك خايفة من الوحدة، بنخاف نكون لوحدنا حتى لو الوحدة دي كانت افضل من العلاقة المؤذية اللي احنا فيها. او بيكون عندنا شعور بالذنب، كأننا مسؤولين عن شعور الشخص التاني او عن استمرار العلاقة. ممكن حاجة كمان ان احنا بنفكر في الحب، بنعتقد ان لازم ان احنا نصبر علشان الحب او عشان العلاقة، وننسى ان الحب الحقيقي مش بيخلي قلبنا يتأذي. سبب كمان هو ان انت بتبقي قلقانة من ردة فعل الشخص اللي قدامك، ممكن يخوفنا، ممكن يلومنا، ممكن يحاول يشدنا تاني، فبنحس ان احنا محتاجين نتحمل. لكن في الحقيقة انك تفضلي قاعدة في علاقة سامة بتأذيكي اكتر من اي حاجة تانية، بتقلل من تقديرك لنفسك، بيخلي دايما قلبك مستنزف ومفقد للسلام الداخلي اللي جواكي، بيخلي اي علاقة تانية في المستقبل صعبة لانك هتجيبي معاكي كل الجراح القديمة. طب ازاي انسحب من العلاقة دي؟ بصي، انك تنسحبي بهدوء مش معناه تجاهل او ان انت بتهربي، دي استراتيجية كده ذكية بتحمي نفسك وبتحافظي على احترامك. مش معنى انك ساكتة انك ضعيفة، بالعكس، القوة الحقيقية بتظهر في انك تتحكمي في مشاعرك وهدوء تصرفاتك. فانا هقولك خطوات للانسحاب الهادي، ولو في خطوة محتاجة ان انا اشرحها بالتفصيل او بامثلة ممكن تقوليلي في الكومنت وانا هجاوب عليك على طول. اول حاجة انك تحددي حدودك، قرري ايه اللي ممكن تقبليه وايه لأ. لو حد دايما بيجرحك بالكلام يبقى انت محتاجة تقولي ان ده مش مقبول. يعني لو شريك حياتك بيتحكم في لبسك او خروجاتك بشكل يخنقك لاقصى درجة، فحدودك هي ان انا بحترم رأيك بس قراراتي الشخصية تخصني انا، ومش مسموح ان احنا نتخطى المساحة دي بالشكل ده. لو مع حد من صحابك او صاحبتك بتستغلك ماديا او بتطلب منك طلبات فوق طاقتك، فحدودك هي ان انا بحبك بس مش هقدر اضغط على نفسي اكتر من كده، فلازم تقولي لا المرة دي. تاني حاجة انك تكوني مستعدة عاطفيا، اعرفي مشاعرك، جهزي نفسك نفسيا لأي ردة فعل. ممكن الشخص يحاول يلومك، يهاجمك او يلعب على مشاعرك. يعني الشخص التوكسيك اللي في حياتك اول ردة فعل ليه بيبقى هو الابتزاز العاطفي، فانت جهزي نفسك انه هيقولك ده انا كنت فاكرك اجدع من كده، او بعد كل اللي انا عملته عشانك، فخليكي ثابتة وعارفة ان ده فخ عشان ما تتراجعيش. تالت حاجة انك تحددي موقفك بهدوء من غير ما تصرخي او تلومي، بس تكوني واضحة وصريحة، زي انا مثلا محتاجة مساحة لنفسي، مش هينفع اكمل العلاقة بالطريقة دي.
او انا شايفة ان علاقتنا بقت عبارة عن شكوى بس وده بيأثر على نفسيتي وانا محتاجة ابعد شوية، او ان طريقتك في التعامل ما بقتش تخليني احس بالامان، فقررت ان انا هنسحب علشان ملمش ذكريات وحشة اكتر من كده. رابع حاجة انك تقللي التواصل تدريجيا، خطوة خطوة مش مفاجأة كده، ده بيخلي الانسحاب سلس وما بيقلبش بخناقة في الاخر. يعني ما بتكونيش انت اللي دايما بتخشي تتكلمي، انت اللي دايما تخشي تسألي، انت اللي دايما بتعرفي التفاصيل. لو كنتي دايما انت اللي بتتصلي او تبعتي اي حاجة او تفتحي كلام، وقفي ده دلوقتي حالا، خليكي بتردي على قد السؤال وبس، وبفترات زمنية متباعدة كل مرة اكتر من الاول لحد ما المسافة تفرض نفسها. خامس حاجة انك تحتفظي بكرامتك، يعني ما تبرريش نفسك بشكل مبالغ فيه، فانتي احمي هدوءك وخلي كل كلمة بتقوليها بتعكس احترامك لنفسك مش مشاعرك المجروحة. يعني لما يستفزك الشخص دوت بكلام جارح عشان تطلعي عن شعورك وتباني ان انتي اللي غلطانة، ممكن تقولي ان كلامك مردود عليه، بس انا مش في مجال ان انا اقعد كل شوية دافع عن نفسي، اللي عندي انا قلته وبقية الكلام ملوش لازمة. فتنسحبي بكلمتين احسن من خناقة فيها 100 كلمة. سادس حاجة انك تدي لنفسك وقت تتعافي، يعني الانسحاب ده مش نهاية العالم، ده بداية لسلامك الداخلي، وممكن خلال الفترة دي تكتشفي حاجات عن نفسك وتقوي شخصيتك اكتر. فامسحي الشات القديم وشيلي الصور اللي بتفكرك بيهم، وابدأي استثمري في علاقات تانية صحية سواء مع أهلك أو أصحابك اللي بجد بيدعموكي. التعافي في إنك ترجعي تشوفي نفسك بعيد عن عين الشخص اللي كان بيحبس حقك. وزي ما قلتلك إن الانسحاب الهادي مش هروب ولا ضعف، ده تدريب يومي ليكي إنك تفتكري نفسك وسط الزحمة، تدريب على إن انت تقدري نفسك، إنك تعرفي إنك مش قليلة حتى لو سكتي، وإن صوتك مهم مش لازم يطلع دايما. تدربي نفسك على ان انت تسيطري على مشاعرك، وان مش كل وجع نرد عليه في وقتها، ومش كل كلمة تستاهل رد وانت مستنزفة. احيانا احسن رد انك تحافظي على هدوءك علشان ولادك. فدربي نفسك على الاحترام الداخلي، انك تبطلي تضغطي على نفسك عشان تكملي علاقة بتوجعك، انك تقولي جواكي ان انا ام وتعبانة ومش مطالبة استحمل اكتر من طاقتي. تدربي نفسك انك تكوني عارفة نفسك وحدودها واحترامها، مش كل الناس ليها حق ان هي تتدخل في مساحتك الشخصية، ولا كل حد يستاهل ان هو يشوف ضعفك. لما هتتعلمي الانسحاب بهدوء هتحسي بقوة هادية مش عصبية، هتعرفي تحمي قلبك عشان يفضل صالح للحب، هتستعيدي طاقتك اللي محتاجاها لبيتك ولولادك، وكمان هتدخلي اي علاقة بعد كده وانتي واعية، مش بتتصرفي من وجع ولا من خوف ولا من احتياج. هتكوني أم أهدى ونفسك أأمن، طفلك هيشوف قدامه نموذج لست بتحترم نفسها قبل أي حاجة. لكن لو هنتكلم عن الجانب العاطفي في الموضوع، في البداية انتي ممكن تحسي ان انتي زعلانة جدا، هتحسي بالذنب، هتحسي بالقلق، ده طبيعي 100%. ممكن تلاقي دموع مش متوقعة منك أو إحساس بالوحدة فظيع، ده جزء من عملية الشفاء بتاعتك. لكن افتكري دايما انك تفضلي في علاقة سامة هيساوي انك هتفضلي دايما في ألم. فالانسحاب الهادي حماية لنفسك انتي. العاطفة مش بس مشاعر الحب، ده كمان انك تكوني بتحترمي نفسك، بتحترمي حدودك. لما هتحمي نفسك مش بتكوني أنانية، انتي كده ذكية. بيتحول الحب ليكي لنفسك لقوة داخلية تقدري تعملي بيها أي خطوة صح في حياتك. بالنسبة للجانب الاجتماعي أو المهني، فالعلاقات السامة مش بس رومانسية، ممكن تكون صداقة، ممكن تكون عمل، ممكن تكون عيلة. فإنك تنسحبي بهدوء من كل الحالات دي ممكن يطبق بنفس الطريقة في وضع ان انت تحطي الحدود، في هدوء في التعبير، في انك تحمي نفسك من غير ما تضري اللي قدامك. الفكرة هنا مش في كل العلاقات تستحق نفس الطاقة، لازم تعرفي تفرقي مين يستحق ومين لأ. ده بيخلي حياتك الاجتماعية والمهنية أقل توتر بكتير وفيها إنتاج أكتر. طيب أعمل إيه علشان أعرف أنسحب؟ إزاي أعرف أطبق الحاجات دي؟ خليكي لنفسك، اكتبي مثلا كل مشاعرك قبل ما تتواصلي مع الشخص اللي قدامك، خليكي مخططة لكلامك، اختاري جمل واضحة وخلي الجمل بتاعتك مؤدبة على قد ما تقدري. اتجنبي ان انتي يكون في مواجهة حادة او يكون في زعيق وصوت عالي. ادي نفسك مساحة بعد الانسحاب انك تتعافي من اللي حصلك. ركزي على علاقات بتدعمك في حياتك وصحية بعد الانفصال بتاعك. استخدمي التأمل او انك تكتبي يومياتك عشان تخففي التوتر بتاعك. على فكرة الحركة دي علمية جدا، هتنفعك قوي. انك تكتبي كل اليوميات بتاعتك والحاجات اللي انت حسيتي بيها هتشيل من عليكي 60-70% من التوتر بتاعك. وافتكري ان الانسحاب الهادي ده ممارسة لقيمتك واحترامك لنفسك، وكافئي نفسك بعد كل خطوة مهما كانت صغيرة على شجاعتك.
اعملي هوايات. انا ناس كتير قوي قالت لي طب انا مثلا مش متعلمه بالقدر الكافي اللي يخليني اقعد اخد كورسات واشغل نفسي. مين قال ان كل اللي بيشغل نفسه بيروح الجامعه او كورسات؟ لا، حاولي تشوفي ايه هواياتك، املي يومك بحاجه انت بتحبيها. لو ما عندكيش وقت تقري كتب فانت تقدري انك تسمعي بودكاست زي البودكاست بتاعي. في بودكاست كتير جدا، في كمان كتب صوتيه انك بدل ما تقري الكتاب بتاعك انت ممكن تسمعيه كمان على اليوتيوب. فاملي وقتك بالحاجات اللي انت بتحبيها، اتكلمي مع ناس بتدعمك، حد قريب يفهمك ويحسسك بالامان. فكري نفسك كل يوم ان انت تستحقي الحب والسلام والاحترام. اطلبي مساعدة لو حد مختص، لو حسيتي ان الجرح النفسي اللي جواكي كبير وانك مش عارفة تعدي ده لوحدك. وخدي بالك ده مش ضعف، ده ذكاء. واول حاجة لازم تعرفيها ان مشاعر الذنب اللي هتحصل لك طبيعية جدا، لاننا متعودين نفكر في الاخر ونحس ان ممكن يتأذي بقى من قراراتنا ومش عارف ايه. لكن هنا في فرق مهم، ان في ذنب مفيد وذنب مؤذي. الذنب المفيد عندنا ان بيحسسنا ان احنا محتاجين نراجع تصرفاتنا ونكون احسن، لكن الذنب المؤذي بيخلينا نرجع لنفس العلاقة السامة ونضطر ان احنا نستحمل وبنضر نفسنا. طيب اتعامل ازاي مع الذنب اللي بيجيلي؟ اول حاجة انك تعترفي بمشاعرك، احكي لنفسك انا حاسة بالذنب ده بس ده طبيعي، وفكري نفسك بالاسباب. يعني كل خطوة خدتيها كانت ان انت عشان بتحمي نفسك. فكري نفسك بكل مرة خدتي خطوة دي خدتيها عشان خاطر ايه اللي خلاكي تبعدي عن العلاقة دي. وحولي طاقتك بقى، يعني بدل ما تعيشي في شعور سلبي فكري انك تعملي خطوة صحية لنفسك او لهواياتك. الذكاء العاطفي هنا مهم، مش بس عشان تختفي المشاعر لكن عشان تتعاملي معاها بوعي وحكمة. طيب انا حصل في حياتي كده، ازاي اعرف ان انا مستعدة لعلاقة جديدة ولا لأ؟ بعد الانسحاب طبيعي انك تحسي انك خايفة انك تخشي في علاقة جديدة، لكن العلامات اللي هتأكد لك انك جاهزة هو مثلا قدرتك انك تقدري تحطي حدود واضحة من الاول، شعور داخلي كده ان في سلام ورضا عن نفسك، انك تكوني شايفة مشاعرك وعارفة تتحكمي فيها، ما يكونش دايما عندك شعور بالاعتماد الكلي على الطرف التاني علشان هو ده بس اللي هيساعدك. لما تكوني جاهزة هتقدري تحبي بطريقة صحية من غير ما تكرري الغلط القديم. مع كل علاقة جديدة هتكوني أذكى وأكتر وعي. قبل ما أقفل الفيديو عايزة أكدلك على حاجة مهمة جدا، إنك تنسحبي بهدوء ده مش ضعف، ده قوة. هو إنك تحترمي نفسك، بتحمي طاقتك وبتضمني لنفسك علاقات صحية في المستقبل. فابدأي خطوة خطوة، خدي وقتك واعملي كل خطوة بهدوء من غير ضغط، من غير ما تلومي نفسك. ومهما كانت العلاقة مؤلمة هتقدري تخرجي منها بطريقة محترمة وتحافظي على قلبك وكرامتك. وخليكي فاكرة كل لحظة بتتحرري فيها من علاقة سامة قلبك بيرجع له السلام وطاقتك بترجع، وعيك ده بيكبر. لو الفيديو ده فرق معاكي اعملوا شير واكتبي تحت ايه اول خطوة هتعمليها فورا عشان تنهي اي علاقة سامة بهدوء واحترام. ولو وصلتوا لغاية هنا شكرا من قلبي ان انتوا كملتوا الفيديو لغاية الاخر. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة عشان ما يفوتكيش اي فيديو جديد، واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.